هي الناس بتروح تشتري من ابل ليه يا جماعه؟ عشان البياع اللي بيبيع لها شاطر؟ معلش يعني، انت رايح تجيب ايفون، تمام؟ انت رايح للبياع الشاطر اللي واقف هيبيع لك، ولا انت واخد القرار ان انت رايح تشتري ايفون بغض النظر؟ انا بشتري العلامه. ليه؟ اولا اسمها في السوق، وفي ناس بتشتريها برضه وجهها اجتماعي. عظيم، حلو قوي. سيبك من انا بكلمك اللي هي يعني مركزين اكتر على الدور اللي البيزنس بيعمله. طيب، هل هل انت بتشتري العلامه، هل اللي باع لك الشروه دي موظف؟ يعني انت رايح تشتري العلامه التجاريه، رايح تشتري الايفون عشان خاطر ابل، هل اللي باع لك الشروه دي الموظف؟ لا لا طبعا انا ما اعرفش الموظف. ما تعرفش الموظف. مين اللي باع لك الشروه دي؟ البيزنس، صاحب البيزنس المؤسس. عن طريق ايه؟ باع لك بالرؤيه، باع لك بالرؤيه، بالفيجن. انت عرفت رؤيه ابل ايه؟ عرفت هم بيتارجتوا مين، بيتعاملوا مع الناس ازاي؟ خدت بالك؟ فانت رايح، فهو باع لك بالرؤيه بتاعته من غير ما تتعامل مع موظف اهو. لو ما كانش ستيف بقى جوبز حط الرؤيه دي وقال ده انا مش بياع، ده انا هعمل ستورز، ده في ناس بياعين هي اللي هتبيع، كنت انت هتروح قبل ما تتعامل مع البياع؟ او كنت هتروح بالمنظور ده؟ ده سؤال. لا لا خالص. فده اعظم، والجديد ده دول اعظم. اتش بي والناس دي برضه مهما كان مش زي قبل. فالناس دي بتبيع باعظم طريقه للبيع، البيع بالرؤيه. البياع ما يقدرش يبيع لكذا واحد في نفس الوقت. انما اتفرج بقى على ستيف جوبز لما كان يطلع يعمل المؤتمر من هنا، ولا ايلون ماسك يوم الخميس لما عمل المؤتمر من هنا، وشوف المبيعات شكلها يبقى عامل ازاي. بالحجز المسبق يا بيه، بالحجز المسبق. يعني بيقول لك هسلمك العربيه في 26 سنه اهو، ولا اقول لك، المهم ان هي مش هتعدي 27 الا لو معاك العربيه. والعربيه يا سيدي بتتكلم في 20,000 دولار ولا حاجه. فانت هتدفع ال 20,000 دولار وتستنى سنتين عشان تاخد العربيه بتاعتك. لو انت راح تشتري من المحل وقال لك كده، هل هتبقى بنفس السلاسه كده ونفس الفكره كده البياع؟ لا استحاله. سواء مثلا ما ينافس ابل، احنا بندور بنروح نشوف الامكانيات ونجرب ونسال ونشوف عشان اقتنع بيه. هيبقى عندك وحتى استعداد في تشتري العربيات كده. حاجه تدفع ثمنها مقدم لمده سنتين قبل ما تاخدها كامل؟ 100% من الثمن مقدم قبل ما تاخدها بسنتين. ده بيع بالرؤية أيها السادة، وده أعظم أنواع البيع. ومش كتير بيحترف القصة دي. لازم اللي يحترف القصة دي يكون هو البياع الأول في البيزنس بتاعه والمسوق الأول في البيزنس بتاعه. يعني أنا بشوف إيلون ماسك على كل ده بياع ومسوق. هو انفستور وكل حاجة، وممكن بس في كل مصر هنا لكل عشان مقام. تعرف مصطفى، ممكن مثلا يعني مثال قريب للناس دي ولا لا بعيد عنهم برضه؟ بيتعلم منهم يا بيه. تمام. تمام. ليه؟ لأن الناس دي هم بقى رواد فعلا، حطوا اتجاه. فمش عيب ان انت تتعلم منهم وتاخد نفس الاتجاه. ما هو هشام طلعت مصطفى حاجه كبيره، لو جيت قارنته بايلون ماسك حاجه عاديه. لو جيت ما ايلون ماسك كان بيتعلم من ستيف جوبز نفس. لو شفت اخر مؤتمر هتلاقي نفس كل مؤتمراته شبه المؤتمر بتاع الايفون لما طلع في 2004 اول ايفون. وعايزك ترجع تشوف المؤتمر ده اللي كان عامله ستيف جوبز ده الاول ايفون، وشوف كان بيبيع للناس الايفون ازاي. للناس بقى اللي بتتكلم على حاجات اكسترنال بره الكورس. واقف بيبيع لملايين.
في بيعه لملايين. تمام. طيب